أنه الله فقط. الدجال الآن موجود ولكنه ليس بأعور. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال أنه يجيء من قبل المشرق، قال فيدعو لي للدين، لدين النبي صلى الله عليه وسلم، يكون على شكل عالم من علماء المسلمين، يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيجب ويطع على ذلك حتى يقدم الكوفة أو يأتي الكوفة، ثم يزعم أنه نبي فيفزع منه كل ذي لب، ثم يزعم أنه الله. قال فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر. إذن الدجال لن يصيبه العور إلا عندما يزعم أنه الله. وحتى في حديث الجساسة، ذلك الحديث المشهور في صحيح مسلم، عندما رأى واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واسمه تميم الداري، رأى المسيح الدجال موثوقا في الدير عندما قابلوا الجساسة وظنوا أنها شيطانة وهي كذلك، هذا إبليس وهذا الدجال. وأنا أعتقد أن هذا مشهد تمثيلي قام به الدجال وشريكه إبليس، إما يعني طواعية وإما رغما عن أنفيهما، والنتيجة واحدة، هي رسالة للتعريف بالمسيح الدجال. عندما رآه تميم الداري لم يكن من أوصاف تميم الداري لذلك الرجل المقيد أنه أعور، لم يذكر أنه أعور، لأن الدجال لن يصيبه العور إلا عندما يزعم أنه الله. نبدأ الآن في شرح اللوحة في الوضع باء. الآن اللوحة تظهر صورة نصف وجه إنسان يبدو مواجها للناظرين، نصف وجه إنسان، كأننا ننظر إلى نصف وجه إنسان مواجها لنا. هذه أعلى رأس هذا الرجل، جبينه، ثم هذا أنفه، ثم هذا أنفه، ثم هذا حاجبه فوق عينه، فمه، ذقنه، شعر لحيته. نصف وجه إنسان، صورة تفتقد إلى البعد الثالث تقريبا. هذا الرسم اليدوي إذا طابقناه مع هذه الصورة كأننا ننظر إلى نصف هذا الوجه كما نقول، أو هو أكثر من النصف بقليل. هذا الرسم اليدوي عندما يطابق اللوحة هنا، يطابق هذا المنظر كما ترون حضراتكم، كأننا فعلا نشاهد نصف هذا الوجه لهذا الإنسان. هذا الرجل فيه أوصاف صنعها الصانع، لا يمكن أن تكون مصادفة، لا يمكن أن تكون هكذا جاءت قدرا، وإنما هي محسوبة بدقة. أوصاف تطابق أوصاف المسيح الدجال التي وصفه ونعته بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه بأن الدجال شاب قطط. نلاحظ يعني تقريبا أن هذا الرجل، أن هذا الوجه لرجل يبدو في العقد الرابع من العمر، شاب، كأنه شاب في العقد الرابع من العمر. ثم جاء من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال، قال أعور عينه اليسرى، هذه العين هنا التي لم يصنعها الصانع، لأننا نقول نصف وجه إنسان، بعينه اليمنى ظفرة غليظة. نلاحظ هنا هذه الظفرة الغليظة التي هي عبارة عن قطعة من الجلد أو اللحم تغشى عين هذا الرجل. أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة. ثم من أوصاف الدجال كذلك مكتوب بين عينيه كافر. أقول بأن هذا الحاجب لهذه العين، ثم هذا الحاجب لهذه العين التي لم يصنعها الصانع هنا. هذا النتوء الذي هو على الجبين جاء زيادة هنا، أسقطته على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب بين عينيه كافر، ولا ندري كيف ستكون تلك العلامة في جبين المسيح الدجال عندما يخرج. هذا النتوء جاء زيادة في جبين هذا الرجل. ثم من أوصاف الدجال كذلك
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف شعر الدجال، قال شعر رأسه كأنه أغصان شجرة. نلاحظ هنا هذه الشعيرات التي تندفع بقوة إلى الأعلى كأنها أغصان شجرة. ثم من أوصاف الدجال كذلك أنه عريض النحر. نلاحظ هنا بأن هذه الرقبة خرجت وصنعها الصانع بهذا الكم الكبير من الضخامة. هذه الأوصاف يعززها شيء آخر. عندما كانت اللوحة في الوضع ألف، كانت هذه الحروف الكتابية تقرأ على أعلى رأس موسى عليه الصلاة والسلام على أنه عالم حاذق في لسانه ثقل. الآن قلبت اللوحة، فلما قلبت اللوحة ظهرت صورة جديدة وخرجت قراءة جديدة، كما يقول البروفيسور الدكتور يحيى عبابنا أستاذ اللغات القديمة. أصبحت الآن الحروف هذه تقرأ على أنها جاهل نسب